بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بعد ما عملنا البسكوت النهارده هنعمل مع بعض البيتيفور. مش هاخد منك اكتر من 10 دقايق. نص كيلو زبدة على سمنة. انا هعمله نص كيلو زبدة على سمنة، لو عايزة زبدة لوحدها ماشي، لو عايزة سمنة لوحدها ماشي. هنبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية ربع كيلو انا معايراها، والزبدة ربع كيلو، ودول 3 بيض. نص كيلو زبدة على سمنة، و3 بيضات، وفانيليا، ورشة ملح، كيلو دقيق، وربع كيلو سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزه تعملي في الكيسه هتاخدي كيلو الا ربع دقيق. هنضرب مع بعض، بعد الضربه هنوريه لكم شكله ايه، ونبدا نعجن مع بعض. بس ضربت الزبده مع السكر، بسم الله ما شاء الله شبه الكريمه اهي. هننزل بالبيضات، 3 بيضات اهو، رشه الفانيليا مع كل بيضه شويه. نضرب مع بعض تاني. طيب انا كده خلصت الخليط كله اهو، ما شاء الله عليه تحفه اهو. تبارك الله. هتاخد الكيلو دقيق، هننزل بالدقيق بقى واحده واحده حبايبي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ده كده معايا ذرة الملح اهي. بس حبايبي العجينة بسم الله ما شاء الله مظبوطة على الشعر. اخدت الكيلو دقيق كله، لا قبله ولا بعده. كده خلصنا اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تحفة. تتاكل نية والله ما شاء الله. حبايبي انا هسيبها ترتاح بس مسافة، نحضر السجان ونولع الفرن ونجيب المكنة. طلعت البيتيفور بعد ما ارتاح في التلاجة نص ساعة. هنشكل مع بعض بالمكبس بقى او بمكنة البيتيفور، زي لو عندك زي دي كده. حاولي تخلي كلهم قد بعضهم عشان انت بتلزقي، متبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. اللي تطلع منك مش معدولة زي دي كده بنهدها ونعمل غيرها. الموضوع عادي خالص. بص يا حبايبي انا عملت بسم الله ما شاء الله، عملت دولت كده باللون الابيض والفانيليا، وهنعمل بقى بالشوكولاته. انت هتعملي ايه؟ هتجيبي حبه كاكاو، تحطي عليهم معلقه لبن واحده ونص معلقه زيت، وتقلبوهم بعضهم هيديك اللون ده. هنخلص الكميه كلها ونرجع لكم واحنا بنحطه في الفرن ان شاء الله. حبايبي نص كيلو سمنه عمل قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، كميه بالهنا والشفا. احنا هنخبز بقى لكم بعد ما نخلص خبيز، وتزوقيه بقى زي ما انت عايزه. انا هنوريه لكم برده بعد ما يتزوق ان شاء الله. بص يا حبايبي البيتيفور بعد ما خبزته وطلع من الفرن وعملت بدأت نزوق اهو. ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله عليه، شغل فاخر من الاخر اهو، مفيش احسن من كده. بص بقى ان انت هتزوقي باللي عندك. انا بص انا عامله ده سوداني مجروش، وده جوز هند مبشور، وشوكولاته فارماسيه سودا، ودي شوكولاته سايحه، ودي مربى، ودي جوز هند. اللي عندك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. ايه رايكم بقى؟ اوريكم هعمل ازاي. بتجيب 2 كده بالمربى. اهم حاجه يبقى الاتنين ايه قد بعض، عشان كده كنت بنقولك اللي تطلع مش معدوله المربيه بس عامله. تعملها في الشوكولاته كده. جوز هند اهو، سوداني مجروش اهي، واحده تانية قلب كده، حط فيها شوكولاته من جوه اهي.
سيبها سادة. قال لي ريحك اعملي. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ يلا حبايبي، ايه رأيكم؟ خلصت البيتيفور اهو، بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ تحفة التحف، شغل فاخر من الاخر، مش اي حد يعمل الشغل ده. يلا بقى جربوا طريقتي وجربوا وصفتي واعملوا لي لايك وشير واشتركوا في قناتي، ولازم 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 كتير تجربوا وصفاتي عشان هتعجبكم في الاخر. وانا التقي على خير في فيديو اخر ان شاء الله.